بنبدأ وبنشوف جبل ضخم وبنلاقي بيرسيفال بطل قصتنا بيجري ورا طائر ضخم وبينده على جده بيقول له بص على الطائر ده. بيبص لجده وبيقول ان عدى مدة طويلة من اخر مرة شاف واحد زي ده. المهم يعني الجد بيجري يجيب سلاح عشان يصطاد طائر ومن اول رمية بيوقعه. ايه ده يا حاج؟ بيجري بيرسيفال وبينط يمسك الطائر وهو بيقع. الطائر بيقع مع بيرسيفال وجده مش بيلحق يمسكه، بس بيرسيفال بيلحق نفسه في اخر لحظة وبيمسك في الجبل. بنروح بعد كده لبيرسيفال وهو واقف مع جده عشان هيذبحوا الطائر. اختصارا عشان لسه قدامي حلقتين كمان بياكلوا وهم بياكلوا بيبقى في علامه على دماغ الطائر بتختفي. مش عارف ليه حاسس ان دي هتبقى المشكله. بيروح بيرسيفال وجده عشان يتمرنوا ويلعبوا شويه مصارعه، وبيروح الجد يغسل الاطباق وبيقول كان صغير وكبر بسرعه. وبعدين بيفتكر حاجه مهمه وبيطلع يجري بسرعه وبيدور على بيرسيفال وبيقول له بكره عيد ميلادك. بيبص له بيرسيفال بدون مبالاه بيقول له عيد ميلاد مين؟ بيقول له عيد ميلادك انت. بيقول له هيبقى عندي كام سنه؟ قال له 16. بقى العيل ده عنده 16 سنه؟ الاحجام في اليابان مش طبيعيه. المهم بيقول له الجد ازاي في حد ينسى سنه. بياخده جده بعد كده عشان يوريه الهديه وبيقف على تله كبيره وبيقول له ايه رايك؟ عمرك 16 سنه مش نفسك تطير من الجبل ده وتروح في رحله حول العالم؟ بيبص له بيرسيفال وبيقول له لا. فالجد بيتصدم وبيقول له وانا في سنك سبت موطني عشان حسيت اني مغامر. ليه مش عاوز؟ قال له عشان كل يوم ممتع. فمسحه جده وقال له طب بالنسبه للظل اللي بتشوفه خلف الصحف ده؟ قال له بيرسيفال انا عارف دي جزيره سكان السماء اللي انت قلت لي عليها. قال له ايوه دي الجزيره اللي اتقال ان عشيره الاساد المعروفين بسكان السماء انشأوها وباين انها بتطفو في السماء. قال له بيرسيفال باين انت مش شفتها على الارض الواقع يا جدي؟ جده قال له ما انا مش بعرف اطير. المهم يعني باختصار لوقتكم وقتي عزيزي المتابع قعد يوصف له الاماكن اللي تحت الجبل وان في حريات واشرار وكهوف وفتحات كتير وغابات. بصب بلياردو وبنج. بيقول له بيرسيفال والبسمه على وشه بما ان الفرصه جت تعالى نصطاد سمك للعشاء. وبيقعدوا ياكلوا سمكه وبيتلذذ بيرسيفال في اكلها. وجده بيكمل كلامه عن المغامره وبيقول له ابوك اول ما كمل 16 سنه مشى من البيت باسرع وقت للمغامره. فقال له بيرسيفال هو مش مات؟ قال له جده انسى الموضوع بس انت مش حاسس بالوحده في الارض المعزوله دي؟ قال له لا عشان انا معاك يا جدي. بيقعد بيرسيفال يعمل رمح وبيقول لجده خلينا نصطاد طيور صخريه في بكره. فجده بيقول بيقول له بيرسيفال ايه العبط اللي بتقوله ده؟ قال له ده تذكير بس. وبعدين بيقول في نفسه يوما ما يا بيرسيفال. فبيكمل بيرسيفال اهزم الشر وساعد الضعفاء وكن شخصا يحمي ويجازف بحياته من اجل الاشياء التي يعتز بها. وبص لجده وقال له مش كده. فجده بيتحرك فبيضحك بيرسيفال وبيقول له ما تقلقش يا جدي هحرص على حمايتك مهما حصل. فبيتعصب جده وبيقول له انا ما عجزتش عشان استنى حمايه من حفيدي. وبنروح بعد كده لما يناموا وبيبقى صوت شخيرهم عالي. فبيصحى بيرسيفال وبيخرج من البيت وبيقعد على اول الجبل كده وبيفكر في الكلام اللي قاله جده ووصفه للعالم والحريات والفرسان. وبيتحمس وبيقعد يجري عشان مش عارف يقف من حماسه وبيقع وبيهدأ كده وبيقول مفيش مشكله ان جدي معايا. وبعدين بنروح لمكان ابيض وجدي بيرسيفال واقف بيكلم بيرسيفال بس بيرسيفال مش سامعه. وبنكتشف انه كان حلمه ان بيرسيفال نام على الارض. بيصحى بيرسيفال ويبص بيلاقي فارس غريب جاي على مركب في السماء. السحاب ده تقريبا عندهم زي البحر. بينزل الفارس ويقول انا اتفاجئت فعلا موت روحي الاليف فاكيد هو ده من طريقه قتله ما كنتش لاقيه على الارض مع اني دورت كتير. بيرسيفال العبيط بيبقى مبسوط ان ده الفارس اللي بيبحر عبر السماء اللي جده حكى له عنه. قبل ما نكمل انت عملت لايك للفيديو صح؟ ما عملتش؟ طب مستني ايه؟ ما تعمل عشان نكمل. ها عملت؟ نكمل بقى. الفارس بيقول له انا في مهمه للبحث عن شخص اسمه برجيز. بيرد بيرسيفال ان ده اسم جدي. بيقول له الفارس اننا اصدقاء من زمان لما كنا فرسان مقدسين وافترقنا من 16 سنه ودلوقتي عندي امر لازم اهتم بيه. بيوصف له بيرسيفال الطريق بس بيقول له انا عاوز اشوف سفينتك. مش عارف الفارس قال الكلام الجاي ده في سر ولا من بقه بس المهم انه قال ان جدك رباك وهو بيخفي الحقيقه. فبيرسيفال اتصدم. طبعا هتقول بيرسيفال اكيد مشى واهتم وكده. لا راح يكمل لعب في المركبه عادي. وبعدين اخد باله ان ده شخص مريب فبيقرر يروح وراه وبيبدا يسرع خطواته. بنروح للجد وهو قاعد بيحضر الفطار فبيجي الفارس من وراه وبيقول له بتستعمل السيف اللي اداهولك جلالته لتقطيع الخضار وبيهجم عليه. مرت 16 سنه لما خنا سيدنا ما كنتش متوقع انك هتعيش مرتاح البال كده. رد الجد وهو بيعدل نفسه وبيهجم عليه ان انت اللي خنته لكن انا هجرته بس. بيستعمل الفارس حركه كده فبيقطع جزء من بطن الجد. بيجي بيرسيفال يصيح من فوق الجبل وبيقول له انت عملت ايه لجدي؟ فبيستعمل نفس الحركه على الجبل وبيقول له في ترتيب لكل حاجه انت تالي ما تقلقش. بيمسك بيرسيفال حجره وبيحدفها عليه بس ولا الهوا. فيمسك صخره اكبر فبرضه ولا الهوا. وبيقرر الفارس انه يقتله فبيمسكه الجد وبيقول له اهرب يا بيرسيفال. فطبعا زي كل ابطال الانمي بيقول له لا والحاجات دي. فالفارس بيقول لهم ما تقلقوش مش هسمح لكم بالهرب. وبيستعمل حركه تقريبا ما اعرفش والله. المهم بيشرح جسم الجد كله وبيقرب الفارس من بيرسيفال وبيقول له لو عايز تضايق من حد اتضايق من جدك. وبيستعمل عليه الحركه فبيتقطع هدوم بيرسيفال وجسمه بيتجرح والجبل اللي وراه بيتشرخ. بيحاول بيرسيفال يضربه ولكن انت فاهم. فبيرفصه الفارس لبعيد وهو بيلفظ انفاسه الاخيره حلوه
يلفظ دي. بيساله ليه جيت تقتلني دلوقتي عن كل الايام؟ قال له ظهرت نبوءه بتقول ان في وجود هيؤدي لنهايه الملك ارسل ملكنا واسمه فرسان الهلاك الاربعه، وباننا مش عارفين هويتهم فهنفضل نعمل كده وما ينفعش ننكر او نجزم انك مش منهم. فقال له الجد وعشان كده عملت ده في بيرسيفال، مفيش في قلبك رحمه؟ رد الفارس وهو بيمشي ان ده في الصالح العام. يوم بيرسيفال ويقول لجده انا اسف اني ما قدرتش احميك، وان ده عقاب انك كدبت عليك، واني كنت عاوز اروح المغامره. بيقع الجد من فرط الالم وبيقول له انت لسه كويس بعد كل اللي حصل؟ وبعدين بيكمل وبيقول اسمع يا بيرسيفال، اسم الفارس ده ارنوسيد وهو ابوه. فطبعا بيتصدم وبيقول له مش انت قلت ابويا مات؟ قال له انا اسف. فقال له بيرسيفال لو كان ابويا فعلا ليه عمل كده؟ قال له مفيش وقت للشرح، لو كنت عاوز تعرف السبب روح دور على ابوك، ابدا رحلتك وهتسافر وحدك من دلوقتي. وبيموت الجد. بنصحى تاني يوم وبيرسيفال بيدفن جده وبيقعد يزرع ويصطاد ويحاول يبني البيت. وبعدين بيلاقي صندوق تحت السرير بيفتحه ويلاقي فيه درع تقريبا جده عامله له ليوم ما يمشي. بيلبس بيرسيفال الدرع وبيقرر انه يمشي وبياخد رحله طويله في النزول لتحت. فمن تحمسه بيقع على شجره وبعدين بيظهر قدامه ثعلب غريب. ايه ثعلب ده؟ وهل هيوصل لابوه ويعرف القصه؟ ده هنعرفه لما تعمل لايك وشير وسبسكرايب. بنعرف ان كان في حرب بين الاسياد والشياطين، وان فرقه اسمها الخطايا السبعه قدرت توقف الحرب دي، وان دي قصه بتحصل بعد 16 سنه. بنرجع بقى للثعلب الغريب اللي واقف قدام بيرسيفال وبيقول بيرسيفال لما كنت على الجبل ما شفتش حيوان زي ده. بيمشي بيرسيفال وراه وبيقول له خلينا اصحاب، فبيجري الثعلب منه. فبيشوف مجموعه من مقدمي العروض واللي اسمهم كادز والفا ودوني، وبيقف بيرسيفال يسقف ليهم على العرض وبيقول ان عاوز يشوفه مره ثانيه. فبيروح دوني يقول له ده مش عرض ببلاش ولازم تدفع فلوس. فبيقول له بيرسيفال يعني ايه فلوس؟ فبيقول له دوني خلاص اديني اغراضك وهوريك حيلتي. وبيطير بيرسيفال وبعدين بياخد الاغراض وبيجري. وبيكون كادز والفا مش عاجبهم اللي دوني عمله، فدوني بيقول لهم خلاص انا بعدت عنه. فبنلاقي بيرسيفال جرى بسرعه وسبقهم، فدوني بيديله اغراضه بسرعه وبيتاسف له. فسالهم بيرسيفال على والده وحكى لهم بالمختصر يعني انه قتل جده وانه مش عارف هينتقم ولا لا وايه اللي خلاه يظهر في الوقت ده. فمفيش حد منهم بيكون عارف اسم ابوه، بس بيقول له كادز انك لو رحت للقريه ممكن تلاقي معلومات. فبيرسيفال العبيط بيتحمس عشان القريه وبيعرض عليه كادز انه يركب معاهم. فدوني بيقول له بس مش هنسحبك ببلاش، وبيقول له بتعرف تعمل حيل. فبيجرب يرمي السهم فبيضرب دوني. المهم بياخدوه ببلاش. فبيقول لهم بيرسيفال ان عروضكم شبه السحر. فبيقول له دوني انت شايف ان خدع الاطفال دي حاجه حلوه؟ دي لو ما كانتش موجوده كان هيبقى احسن. وكادز بيقول له كلنا كان عندنا حلم اننا نبقى فرسان مقدسين لكن ما حصلش ده. وبنلاقي ناس بتجري وبتقول ان القريه في خطر وان في ذئب هجم على القريه وبسرعه ساعدونا وروحوا شوفوا اي فارس مقدس. بيقول لهم دوني انتم مش محتاجين فارس مقدس، احنا هنخلصكم من الذئب. وبيدخلوا القريه وبنلاقي ان الذئب اللي موجود هو ذئب عملاق وضخم وتقريبا اتسرعوا. فبيرجع بسرعه دوني وبيقول لازم نستدعي فارس مقدس، احنا كده ما نقدرش نعمل حاجه. فبينط بيرسيفال من العربيه وبيقول ان جدي قال لي اهزم الشر. فبيطلع رمحين وبيرمي الذئب بيهم فبيرجعوا يخبطوا فيه. بيهجم الذئب عليه فبينقذه دوني وبياخد مكانه الضربه. بيقول له بيرسيفال انت رجعت ليه؟ قال له رجعت بسببك، خليتني اشعر بالحماس. فالذئب بيقرب فبيقول له اهرب يا بيرسيفال. فبيوقف بيرسيفال ضربه الذئب وبينط يضربه كف مخبرين وقعوا على الارض. فبتظهر نفس العلامه اللي كانت على الطائر اللي قتله جد بيرسيفال في الحلقه الاولى. يكون الثعلب اللي كان بيجري وراه واقف بيتفرج واهل القريه فرحانين ومستغربين. وبنلاقي ان في فارس بيراقبه وبيقول ما كنتش متوقع ان هيهزمه، اما نشوف عنده ايه تاني. وبيقول اهالي القريه انهم سمعوا ان القرى المجاوره ظهرت فيها وحوش زيها. اهل القريه بيعملوا حفله لبيرسيفال عشان انقذهم. وبيسال بيرسيفال عن ابوه محدش من اهل القريه بيبقى عارف. فبيظهر فارس اسود وبيقول انا عارف مكانه، انا جيت عشان اشوف مين اللي قتل الذئب، بس صدفه انك لسه عايش، مع انه قال لنا انه قتل الابن وجده، بس واضح ان مشاعر الابوه اثرت فيه، ما تقوليش ان فارجيس حي هو كمان. فبيتدخل كاتس ويقول له انا مش عارف انت مين بس اعتذر لولد، وبيحط ايده عليه وبيقول له انت فارس مقدس صح، وحتى لو كنت فارس مقدس مش هنعدي اللي بتقوله ده. الفارس قال له بس انا كنت بواجه كلامي للقصير، وكاتس ما بيقدرش يحرك الفارس المقدس. فالفارس بيضربه وبيبعدوا عنه. بيساله بيرسيفال انت مين وعارف جدي منين؟ قال له انا الفارس الاسود بلجار وكنت صديق لجدك. بيهجم عليه بيرسيفال وبيضربه وبيحركه لورا خطوه. فبيردوا له الفارس الضربه وبيضربه بسلاحه في الهواء، بس بيصد بيرسيفال وبيكمل هجوم عليه. فبيمسكوا الفارس بيقول له الفارس لو مش هتستعمل سلاحك استعمل سحرك عشان احس بالمتعه لما اغلبك. بيقول له بيرسيفال ان انا ما عنديش السحر ده. قال له ازاي وانت ابن ارنوسيد؟ انا تقريبا بلغت في تقديرك. وبيضربه في بطنه وبيقول له استسلم، وبيرسيفال مش راضي يستسلم. ودوني بيمسح بسيفه وبتمسكه الفا وتقول له انت مش ند ليه؟ قال لها يعني اقف اتفرج. المهم الطفل اللي بيرسيفال انقذه قعد يقول له ما تخسرش. فطبعا بقوه الصداقه بيشع بيرسيفال فبيبعد الفارس عنه، وبيرسيفال مش فاهم حاجه وبيقول له بالجارد انت مش قلت انك ما عندكش سحر؟ امال ايه اللي بيشع من ايدك ده؟ فيا ترى ايه قصه الثعلب وهل هيكون ده فعلا سحر؟ كل ده هنعرفه لما تعمل لايك وسبسكرايب.